السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل أكلة يمكن مش كل الناس تعرفها، بس أهل الدقهلية عارفينها. هما الفرق ان هما بيعملوه بشوربة بس ببصلة متحمرة. هنبدأ بالصلاة على النبي كده الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا جبت هنا بصلة كده، خرطتها خرط صغيرة عشان تستوي في الشوربة كويس، يعني متاخدش وقت في الشوربة. في ناس بقى بتعمله ازاي، واكترية الناس بيعملوا كده، يعني كل قوي اللي يعرفوا ان هو بيتعمل بالشوربة البيضة دي. لا، اهل الدقهلية بقى معظمهم بيعملوه. البصلة بيحمروها في حبة زيت لحد ما تاخد لون غامق كده، كأنهم بيحضروها لتسبيكة او كأنهم بيحضروها لرز صيادية. وبعد كده بينزلوا بالمية عشان تبقى يعني شوربة بقى، فبتبقى غامقة زي شوربة القراميط كده. لا، انا هعملها فاتحة. شوفي الوصفة دي وهتعجبك جدا. هجيب بقى حلة على النار كده وهضيف فيها شوية زيت، وهضيف فيها ورق لوري وفص حبهان. اول ما يبدأوا يغيروا لونهم كده هضيف المية على طول اللي انا عايزاها على مقدار السمكتين، لان انا هعمل سمكتين بس. وبعد كده هجيب البصلة بقى، حطيت عليها ملح وفلفل وكمون. مكتريش الكمون عشان بيمرر الشوربة، يا دوبك نطرة صغيرة. حطيت كده البصلة في قلب المية وهغطي عليها واسيب البصلة تستوي سوا كامل. سيبيها تستوي براحتها خالص. وبعد اما البصلة تستوي هجيب السمك بقى، يكون متنضف كده وكويس، يعني مفيهوش اي حاجة ولا فيه دم من عند السلسلة. ده اهم حاجة يكون نضيف. وما تحطيش فيه دقة من جوه، لان في حد سألني على الوصفة، لانه يعني ده الوصفة دي عندي فعجبته، فضاف من جوه دقة زي السمك المقلي. طبعا بوظت له الوصفة وقال مش نفس الطعم اللي انا دقته عندكم. فبلاش تحطي دقة في قلب السمك، خليه سادة خالص. هتضيفيه بس في الشوربة كده على الجنب ده وتغطيه. هتسيبيه 5 دقايق، وبعد كده تشيلي الغطا، وعلى الجنب التاني تسيبيه 5 دقايق، وبعد كده تشيلي السمك من الشوربة. احنا عادة بنستخدم السمك الكبير، بس ده السمك اللي لقيته متاح يوميها فعملته بصراحة. يعني هو ده اكبر من كف سنة بسيطة. انما احنا عادة يعني بنعمل السمك اللي هو الكبير، اللي هو بقى يعني اكبر من كف بكتير. بعد كده لما قدمته بقى كده ضفت عليه ملح وكمون وليمون كده للتزيين، وقدمت معاه رز ابيض. والشوربه الفاتحه الجميله بتاعته بيبقى طعمها عامله زي السيفود. هيعجبك جدا. في ناس بتتخض من شكله عشان لونه زي ما هو على السمك يعني، بس بيبقى طعمه جميل جدا. مفيش حد بصراحه اكل الاكله دي عندي الا ولازم يعملها. بيتقدم معاه برضو بصل في خل كده، بتخرطي بصله وتسيبيها في الخل ربع ساعه عشان تشرب من الخل. شايفين بقى الوصفة جميلة وسهلة ازاي، وما بتاخدش وقت في المطبخ خالص. لو وصلت لحد هنا بقى وعجبك الفيديو، يا ريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.